السلام عليكم متتبعي قناة شيبة طريع. بشركم مبروكة. ففي اطار تحضير رمضان ولا الوصفات اللي تقدروا تحطوهم في الفطور ديال رمضان، فكنقترح عليكم هاد لي كيش اللي غادي نديروهم بالسردين. كيجيو رائعين ساهلين بزاف لان ما فيهم لا طياب لا حتى حاجه من غير الفران طبعا. فغادي ندخلوا ونعطيكم مقاديرهم كيفاش غادي نوجدوه. بالنسبه للعجين ديال الكيش فغادي نديروا نفس الباط بغيزي اللي كنا درناه في الكيش ديال الخضر. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، الملح تقريبا هنايا قياس ديال 2 معالق كبار ديال الماء، صفر ديال البيضه، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، 100 غرام ديال الزبده. غادي نخدموا الزبده تكون عندنا رطبه بدرجه الحراره ديال المطبخ. غادي نخدمها مع الطحين، غادي نرملها. غير رملنا هنايا الطحين مع الزبده بصبع يدينا. فغادي نزيدو زيت الزيتون والملحه مع الصفار ديال البيضه. هنايا غادي نزيدو قياس ديال معلقه كبيره ديال الماء. الا تجمع هو هذاك ما تجمعش عاد نزيد المعلقه الثانيه. فانا هنايا العجينه راه تجمعات ليا. هاد الماء اللي شاط ليا ما غاديش نحتاجو. غادي نجمعها مزيان وغادي ندخلها الثلاجه باش ترتاح. نجيو للعجين المكسر نطلقوه وغادي نحتاجو واحد القوالب اللي كنديروا بهم الكيش هادو اللي دايرين بحال طاغ طولاد صغار، ولا ديروا كيش وحده كبيره. نطلق هنايا العجينه صافي. هنايا بركه راه طلقنا العجين كله. هنايا القوالب راني دهناهم. فغادي نجيبوا واحد الدائره اللي تكون كبيره من القوالب ونقطع العجين. نجيبوا القالب وغادي نحطوه هنايا. نحاولوا نثبتوها. ونحيدو الفائض ديال العجينه هكا بدلك. غادي نعاود نقطع دائره واحده اخرى ونصايب كاع الكيش في هذوك القوالب اللي عندنا. بالنسبه للحشوه فالمقادير ديالها راه ساهله بزاف. غادي نحتاجو واحد الفلفله صغيره اللي غادي تقطعوها رقيق بزاف، وغادي نحتاجو بواطه ديال السردين ديال المطيشه. فبواطه وحده، ولا انا هنايا راني استعملت بواطه ونص. معدنوس لا تكونوا مقطعينو رقيق. غنجيبو فرشيطه وغادي نمعكو هاد السردين كله هنايا. فالحشوه سهله بزاف وما فيهاش كاع تماره كاع ديال الطياب. فهنايا اللي صايبت تقريبا نقولوا كفته هكايا. غادي نشد الفلفله وغنزيدها عليها ونخلطها معاه. نخلطها مع السردين صافي. هنايا الحشوه عندنا راه واجده. غادي نعطيكم غير لاباغايا كيش. حتى لاباغايا كيش غادي تكون سهله. غادي ندير واحد 10 سنتيلتر نقولوا ديال الكريم فريش اللي غادي نزيد عليها بيضه. الا ما كانش عندكم في الكريم فريش بغيتو ديروا الحليب، شوفوا خذوا هذيك لاباغايا كيش اللي درت في الكريب ديال الخضر، راني حاطه لكم الفيديو دابا هي من التحت. خذوا هذيك لاباغايا كيش وديروها. راه تقريبا كاع مقاديرها غتلقاوهم متوفرين عندكم في الدار. نتوما نقصوا غير الكميه. غادي نزيد بيضه نخلط. غادي نخلط مزيان. عاد نضيف الملحه والبزار. نزيدو عليها البزار، نزيد الملحه وغادي نخلط مزيان. غادي نتكهم بالشوكه. نجيب دابا هي الحشوه، ناخذ قياس ديال معلقه هكايا. نجي للكيش ونعمر نوزع فيه. عمرتهم دابا هي كلهم. غادي نجيب لاباغاي هاكيش وندير شي معلقه من الفوق بحال هكاك. اللي ما بغاش دير السردين اللي كيكون معلب راه ممكن دير صوص ديال المطيشه، دير صلصه مطيشه طيبها ومن بعد داك الشطون تكون نقاتو غسلاتو مزيان حيدات منه السلسول، ومن بعد كتضيفوا على هذيك صلصه مطيشه وكتمعكو صافي. كتزيد عليه غير العطريه اللي كدير العاديه في صلصه المطيشه، ومن بعد كتعمريها كتزيدي على داك الفلفله. الا بغيتي ديري يعني السردين معلب حتى هي كتجي بنينه بزاف. صافي هنايا عمرت هنايا الكيش باللاباراي. غادي نديرو اللمسه الاخيره. غادي نشدو داك المعدنوس اللي حنايا قطعناه وغادي نديرو غير من الفوق
شي حبات وصافي. غادي ندخل انا الفران على درجه حراره 200، نبقى مقابلاهم حتى تحمر ليا هكايا لاباط صافي نخرجهم لكم. غير بالنسبه للحشوه اللي طيبتوها خاص ضروري تخليوها حتى تبرد، عاد ديروها على العجينه باش ما تقطعهاش لكم. هاد لي كيش كيجيو بنينين 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 بزاف، نتمنى انكم تجربوهم وتخليو لي كومونتير تقولوا لي كيفاش جاوكم. بعثوا لي الصور على الصفحه ديالتي في الفيسبوك شهيوات الداري. اللي بغيت نقول لكم هو انه بحكم المشاغل اللي عندي فما بقاش كنصور بزاف ديال لي فيديو، وبليت كنكتب على الموقع الالكتروني ديالي شهيواتداري.ma كنكتب وصفات، فممكن تلقاو تما كاين وصفات على الموقع اللي انا ما كنحطهمش هنايا في القناه. يعني مره دخلوا للسيت وشوفوا الوصفات اللي كنكتب لكم، وغادي نقول لكم بسلامه، ونتلاقى معكم ان شاء الله فيديو قادم ووصفه جديده.